من اجمد الحاجات اللي هتشوفوها هنا في حياتكم هي اقسام البوليس في كوريا الجنوبيه. كوكب كوريا ده اسم البوليس اللي فيه، حاجه بجد جامده جدا. دي البنت المبتسمه الجميله اللي طالعه دي ضابطه الشرطه هنا في كوريا. الراجل ده الجميل بيركنوا العربيات بتاعتهم قدام مركز الشرطه اللي هو شكله جامد جدا يا رجاله. مش ممكن تحس انك انت داخل ديزني لاند او داخل حاجه تبع ملاهي اطفال، مش داخل مركز شرطه. الشرطه هنا يعني من اكتر الشرطه المحترمه في دول اسيا كلها. لو انتم شايفين هنا المدخل بتاع اسم الشرطه اللي هو تحس ان هو عماره كرتونيه اصلا. ده الاسم كده مسخره يعني، اللي هو عليه البادج من فوق بتاع الشرطه، عليه علامه الشرطه. حاطين هنا للشرطه، حاطين بيقول لك اهلا وسهلا، حاطين طفل على شكل ان هو شرطه. ده علامه الشرطه يعني. هم الناس هنا بتعشق الكرتون، بتعشق الحاجات دي، فبالنسبه لهم الكاريكاتير دي حاجه، الكاركترز دي مهمه جدا. الناحيه الثانيه الشرطيه الكوريه، الناس هنا في الشرطه بيعشقوا الشعب والشعب بيعشق الشرطه، مفيش اي مشاكل ما بينهم. وهنا الشرطه بتحب الشعب والشرطه والشعب ايد واحده بمعنى الكلمه. حاجه بجد غير طبيعيه. انا مش مصدق نفسي ان ده مفيش بقى واحد يقول لك يا عم محمد ويا عم احمد وانت استاذ ورايح فين وبطاقتك ورايح فين وتلاقي مدافع على الشاشه وبتاع. لا يا جماعه، الدنيا هنا ببساطه شديده جدا ده مركز الشرطه. واحلى حاجه هتلاقوا كاتبين هنا على العلامه بتاعت اسم الشرطه رقم التليفون بتاعهم، عشان لو في حاجه تكلم اسم الشرطه ده دايركت، مش تكلم الشرطه اللي هو مثلا 122 او الارقام بتاعتكم اللي هو مثلا وات ايفر الرقم بتاع الشرطه. لا، هنا ده كل اسم شرطه وليه رقم، عشان لو انت عايز تكلمه دايركت تكلمه. فالناس بتيجي تاخد صور جنب اقسام الشرطه يا رجاله، اقسم بالله حاجه تضحك. عربيه الشرطه راكنه في سلام وامان. طبعا هنا هونداي زي ما بيقولوا، مش هونداي زي ما احنا بنقول، هنا بيقولوا هونداي. من كتر ما هم محترمين بيعملوا الصوت ده عشان يعدوا وسط الناس، مش سرينه وبلطجه. يعني هتلاقي جوه، لو بصينا جوه هتلاقي الناس قاعده وشغالين. ده اسم شرطه، اسم شرطه، مش مثلا ايه شرطه سياحه ولا شرطه مش عارف ايه، لا ده اسم شرطه حقيقي. تعليل الحاجات البابلز دي لكننا داخلين يعني بنحتفل بالليل. Excuse me. Do you know how I can go to the bus station? Can I write? Write. Pen. Pen. So you can help me. Paper. I write to you where I'm going. Thank you. هي هو. بس هي هو. Yeah. 메트로 버스. بس. 오케이. بس. 오케이. اوكي. 메트로. بس. 메트로 호텔. بس. 버스. والله الناس محترمه، والمأمور طلع بنفسه يوصلني للمكان اللي انا رايحه. 오케이. Yes. 호텔 연프라자. Just straight. 오케이 50m 워킹. Walking. Okay. Thank you. ده مأمور الاسم يا جماعه، جاب نفسه بره عشان يقول لي اروح فين المحطه بتاعه المترو او محطه الاتوبيس اللي انا عايز اروحها. وراجل محترم جدا شغال لي على جوجل ترانسليت يعني عشان بيترجم لي. مش عارف طبعا اتكلم انجليزي ولكن بيترجم لي على جوجل ترانسليت، وكان محترم جدا. اسم الشرطه اللي احنا شفناه ده كان اسم الشرطه العادي للمواطنين الكوريين، اللي هو يعني ده الطبيعي بتاعهم هنا، مش واحد مثلا متزوق عشان خاطر حاجه. لكن فيها اسام تانية للسياحه لو شايفين كده، كوريا تورست بوليس او شرطه كوريا للسياحيه.
ده معمول مخصوص للسياح عشان خاطر يقولوا لو في اي مشكله مع حد، او في حد غلس عليهم، في حد حاول ينصب عليهم في اي حاجه، بيجي هنا بتفتح بالالكتروني، بتدخل جوه وبتشتكي وبيساعدوك على قد ما يقدروا. وغير كده كمان لو انت بس عايز تعرف انفورميشن اي حته تروحها عادي جدا، مش بتروح هنا المكتب سياحه، بتروح لمكتب الشرطه بتاعه السياحه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشفتوا بجد قد ايه الشرطه هنا في كوريا الجنوبيه بجد حاجه غير طبيعيه، والشرطه والشعب ايد واحده بحق حقيقي، والشرطه حاجه منها زيها زي الشعب، يعني مفيش اي حاجه، الناس بجد جمال جدا. وشفت قد ايه ان هو سام الشرطه هنا بجد شكلها جامد جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تابعونا صفحاتنا الرسميه على الفيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، حجاجوفيتش. ترقعونا اللايك الجامد جدا، كومنتكم العظيم، شيراتكم الرهيبه عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن حول العالم، ويشوفوا بجد ازاي التقدم واحترام الشرطه في كوريا. اشوفكم على خير باذن الله في حاجات تانيه كتيره جدا. سلام.